السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة عيد أضحى المجيد نقدم لكم طبق اليوم، طريقة تحضير لحم الغنم باللوز والرز بالصور إن شاء الله. كنحتاجو في المقادير: كيلو لحم الغنم، بصلة، ملعقة صغيرة ديال السمن، نصف كاس مخلط يعني الزيت البلدية والزيت الرومية، يعني كنخلطو بين الزيت الرومية والزيت البلدية، والملح والإبزار والزعفران الحر والقليل من الزعفران الملون. وطريقة تحضير لحم الغنم باللوز والرز: كنشدو واحد الطنجرة، يعني كنشدو واحد الكاميلة كبيرة، وكنشدو داك الكيلو ديال اللحم، وكنقطعو واحد البصلة معاه، وكنحطو واحد الملعقة ديال السمن، ونصف كاس صغير يعني ما بين الزيت البلدية والزيت الرومية كما قلنا في المقادير، والملح والإبزار والزعفران الشعراء والقليل من الزعفران الملون كما كتشوفوا على الصورة. وكنخليو داك الشيء كيتشحر مزيان، كنضيفو واحد شوية الماء وكنخليو داك الشيء يتشحر مزيان. من بعد كنسدو الطنجرة كما كتشوفوا، كنسدو الطنجرة وكنخليو داك الشيء كيتقلى مزيان هذا وكذا. ومن بعد كنشدو داك الرز وكنسلقوه مع شويه ديال الملح والزعفران الملون حتى يطيب، ونصفيوه وكنحطو واحد شويه الزيت ونديرو معاه واحد شويه الزبده. وهما كما كتشوفوا لحم الغنم باللوز والرز. هذه طريقه النهايه، يعني نهايه اللحم بلحم الغنم باللوز والرز. طريقه سهله وبسيطه ويمكن تحضرها اي ربة بيت. اديوس اميغوس، ابيانتو، عيدكم مبارك سعيد.